السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. من الفيديو اللي فات جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، جايلكم بقى بايه؟ بصوا الشتا بقى عاوز كوارع بقى، وعاوز انتوا عارفين بقى الاكلات الشتوية والكلام ده. الكوارع يا حبايب قلبي فوائدها هي جميلة جدا، واللي ما ياكلهاش ياكلها، علشان خاطر هي أكلة شتوية دسمة عالية من السعرات الحرارية. اللهم بارك، جميلة جدا للعظم وجميلة جدا لمرضى العظام. دول ياكلوها هتبقوا ماشيين زي الصاروخ. بصوا بس كلوا بس الكوارع، ما فيش حد من مصر ما بيحبش الكوارع. الكوارع اكلات شعبية، اكلات دسمة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. فوائدها جدا حلوة للعظم، ترد العظم كده وتخليكم ماشيين زي الصاروخ. بس انتوا كلوا بس، اللي ما بيحبهاش ياكلها وتقولي في الكومنتات ايه رايكم في طريقه الكوارع بتاعتي. وفتة الكوارع برضو جميله جدا يا بنات، يعني ما فيش حد ما بيحبش الكوارع. ايه، هسيبها وانقعها شويه كده زي ما انتم شايفين كده بالخلطه اللي انا حطاها دي. هنا يا بنات حاطه ملح وليمون وطماطم وقشره برتقان وقطعه من التلج وحط دقيق وكوبايتين من الميه، ودعكتهم في بعض زي ما انتم شايفين كده لحد ما الزفاره راحت خالص، وشطفتهم تحت الحنفيه. وكمان يا بنات تسيبيها لمده بقى نص ساعه بقى لحد ما الحاجات اللي انا حطاها دي تندمج كده مع الكوارع كده، وتنزل كل الزفاره اللي فيها، وتبقى ريحتها بقى الخلطه اللي انت حطاها دي. وبعدين تشطفيها شطفه كويسه تحت الحنفيه وتصفيها في المصفى، وبعدين بقى ايه تعمليها بالطريقه اللي انا هعملها معاكم دي. خلاص، ريحتها جميله جدا جدا جدا. بشمها بقى بعد ما غسلتها بقى بالغسيل والحاجات الجميله دي، لقيت ريحتها جميله جدا، ريحتها برتقان على ليمون على إيه، اللهم بارك، جميله جميله، ريحتها تحفه. حتى كمان بخيها تشم ريحتها كده، وريحتها تبقى مغرقه البيت كله، ما بيبقاش ريحتها زفاره بقى. وانا نفسي يعني نصيحه لاي واحده الناس اللي بتغلي الكوارع غلوتين علشان الزفارة تروح وكده يعني، وبعدين تشوحها والكلام ده. فانا احب اقولك يا حبيبه قلبي، انتي بتضيعي فوائد الكوارع بالحركه دي، وبتضيعي الشوربه، طعم الشوربه وطعم الكوارع والفوائد بتاعتها. فانتي اغسليها غسيل كويس مره واتنين وتلاته وعشرة، وهتبقى ريحتها حلوه والزفاره بتاعتها هتروح. بعدين اعمليها بالطريقه اللي تعجبك، بس اهم حاجه غسل. هنا شطفتها بقى تحت الحنفيه يا بنات، وحطيتها في مصفى بقى تتصفى من الميه بتاعتها، ونزلت بقطعه من الزبده كده في الحله. وعندي بقى المنكهات بتاعتي، طماطم وبصل وفصين من الثوم، واللهم صل وبارك ورق لورا. وكل ده بقى هينزل حبايب قلبي، والجزر هينزل في قلب الزبده. وهقلب المنكهات بتاعتي كلها كده يا حبايب قلبي لحد ما ريحتها تطلع. وهبدا ان انا انزل الكوارع بتاعتي، وهقلبها تقلبتين كمان، اخليها كده تبقى حمرا من الطماطم كده الكوارع، وتبقى شكلها لطيف كده، وشكلها تتاكل نيه، والله تتاكل نيه. ولو وصلت لحد هنا معايا متنسيش بالاشتراك لو اول مره تشوفيني، وتحطي لي اللايك جميل وكومنت لذيذ منكم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب العالمين. وشكرا جزيلا لكل اخ واخت يعني كتب لي كومنت حلو، متشكره جدا جدا ليكم، جزاك الله كل خير. والله كومنتاتكم دي بتسعدني وبتفرحني يعني ايه، وبتحمسني، يعني بتخليني ايه اتحمس للفيديو التاني والتالت والرابع وربنا يخليكم ليا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنا بقى بقلبها زي ما انتم شايفين كده، وخليتها لونها احمر زي ما شفتوا، مش هتشوفوا كده. وطبعا بغلي ميه علشان انا هنزل عليها بميه سخنه جميله كده، علشان ما ينفعش تنزلي عليها بميه ساقعه يعني من الحنفيه، فما ينفعش خالص خالص. هي ميه سخنه كده علشان بقى ايه شربتها، هتشوفوا شربتها. بصوا يا بنات والله العظيم بالله العظيم، انا ما بشوفش ريم خالص في الشوربه، يعني الريم اللي انتوا بتشوفوه ده ان انتوا هتشوفوا، مش هتشوفوا خالص ريم ولا بشير ريم ولا اي حاجه خالص. الشوربه بتطلع صافيه كده وجميله. وضفت لها الفلفل الاسود والكمون والملح بس فقط لا غير، مش اي توابل تانية. بصوا بقى بنات، فكده بقى خلاص بقلبها كويس برضو علشان ايه المنكهات بتاعتي كده تندمج مع الكوارع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. وهنزل بالمية السخنة زي ما شفتوا كده،
واسيبها بقى. واراهنكم بعد الغسله الحلوه اللي انا غسلتها دي ان انتوا تلاقوا ريم فوق على الشوربه. اراهنكم 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 مش هتلاقوا ولا حتى رمايه صغيره فوق على الشوربه، عشان الغسيل مغسول جيد جدا كويس بطريقه ما تتخيليهاش حلوه. إيه، مره واتنين وتلاته وعشرة، مفيش مشكله. ننضفها ورانا ايه يعني واحنا وارجع افكركم باللايك تاني، اوعوا تنسوا اللايك اللايك اللايك. وعايزه كمان منكم تصلوا على الرسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. والشوربه هتبقى تحفه تحفه جميله. انا عملت والله العظيم، خدت من الشوربه عملت بيها ملوخيه ناشفه، يعني احنا هنعمل ملوخيه ناشفه مع بعض، وبعملها بطريقه زي الخضرة بالظبط. ما بقعدش يعني ايه افنن فيها، بتبقى طعمة ملهاش يعني ملهاش حل كمان. اللهم بارك. وما تنسوش بقى تصلوا على رسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بوريكم بقى الكوارع بعد ما استوت بقى الدايبه دوب، شوفوا بتتقطع بكل سهوله، اللهم بارك. هنا برضو هقطعها لكم وهوريها لكم برضو هي بتتقطع، اللهم بارك. شوفوا عامله ازاي طعمه ودايبه. وبصوا انا هاكلها وانا واقفه والله العظيم من جمالها وحلاوتها اكلتها. بصوا بتتقطع ازاي بكل سهوله دايبه، اللهم بارك. عايزاكم تقولوا ايه رايكم في الكومنتات، لو يعني لو عجبكم الفيديو، وايه رايكم في الطريقه بتاعتي، لو مش بتعمليها كده اعمليها بالطريقه دي. إيه طبعا انا ممكن كنت قطعتها كلها خليتها من العظم يعني اللي فيها بس احنا بنحب ان شفتي الزفلطه اللي انتوا بتزفلطوها دي، احنا بنحب الزفلطه دي اكننا ما كناش كوارع لو ما عملناش كده بصراحه، يعني النبي عربي عليها افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله. بس كده الكوارع طلعت اهيت، فانا ايه هحطها بقى في الفرن كده تاخد وش جميل كده، وهطلعها. والشوربه شفتوا زي ما انتوا شايفين صافيه وجميله ازاي. هنا معايا الملوخيه بعملها كده اللهم صل وبارك الله المصفى كده، علشان لو فيها تراب ولا حاجه، فانا بحب ان انا اعملها بالمصفى كده. وهنا بقى ايه هاخد حبه شوربه من الكوارع وضفت الملوخيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم كانت احلى ملوخيه دي، ولا ايه مش عارفه ايه الجمال ده، ايه الطعمه دي، اللهم بارك. هنا بقى حطيت كمون، لا كمون وحبة قرفة حلوين كده وفلفل اسود. وطبعا الكزبرة بحط الكزبرة في الثوم وهو بيتحمر كده علشان ريحة الثومة كده تبقى مفحفحة كده، والبيت كله يعرف ان انا عاملة ملوخية، عاملة ملوخية انا عايزاكم بقى في الايام الجميله الحلوه دي نستغفر كتير ونصلي على الرسول كتير ونصوم اثنين وخميس كده. مفيش احسن من الايام الجميله اللي احنا فيها دي. انا عن نفسي بصوم اثنين وخميس، من زيي اللي زيي يقولي في الكومنتات الحمد لله وشكر لك يا رب، يا رب يتقبل مننا كلنا جميعا وجميع المسلمين ويجعله في ميزان حسناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. واللهم يعني يا رب يا رب يا رب يبارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان ولا فاقدين ولا مفقودين يا رب، الله العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. حتى الدعوة مش عايزة تطلع صح. هنا بقى عملت التومة ونزلت بالملوخية يا بنات. والاستغفار في الايام دي جميل جدا جدا، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب يا رب يا رب العالمين. وخلاص الملوخية خلصت حبايب قلبي، وبدوقها بقى وطعمها رائع 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 فوق الرائع كمان انتوا تقولوا لنفسكم ايه رايكم. هنا خلاص اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا كنت خلاص بغرف، شفتوا الشوربه وجمالها صافيه مفيش فيها اي حاجه، والله انا ما شلت اي ريم منها خالص خالص. بسم الله ما شاء الله مبارك وتحفه، تدفي كده تدفي كده. شفتوا بقى الملوخيه وجمالها يا سيدي يا سيدي على الملوخيه يا سيدي جميله. شفتوا عامله ازاي، ايه الجمال ده،
ايه الجمال ده؟ ما تقولوا لي بقى ايه الجمال ده، بس قولوا لي. الحمد لله وشكر لك يا رب، اللهم نعم علينا واحفظها من الزوال. انا بقى بغرف الرز يا بنات بقى، وبدأت خلاص بقى ايه في فقرة الغريف. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وبعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم اللايك، اللايك يكبر بخاطركم، اللايك 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 اللايك، محدش ينسى اللايك قبل الكومنت، لايك الجميل بتاعكم ده، ماشي. وده يا بنات الشكل النهائي، ايه رايكم بقى؟ يا سيدي يا سيدي يا الجمال، يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. ما شاء الله اللهم بارك. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله، مع الف سلامة، باي باي. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات لو الفيديو عجبكم. مع السلامة.